السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، والسؤال النهارده كان بمناسبة شهر رمضان الكريم. طفل حرارته عالية جدا، كحة شديدة، نزلة برد شديدة، وغالبا واخد انفلونزا شديدة او الكورونا المتحور الموجود في الفترة دي برضو وعامل مشاكل. طيب الحل ايه؟ في اول يوم رمضان هنتجمع وهنروح للاسره الكبيره، وكل الاسر هيبقى معاها الاطفال و طيب نروح ولا ما نروحش ولا نعمل ايه؟ وده موقف الحقيقه الادفايس فيه في تحمل رقم واحد الراي العلمي اللي هو مش هنختلف عليه، وفي اراء سياسيه، لان الموضوع ده قد يترتب عليه مشاكل اسريه وعائليه خطيره. اول يوم رمضان ده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل. يعني خلاصه هنعمل ايه في اول يوم رمضان في موقف زي كده؟ اولا الافضل ان طفل زي ده اكتف في الانفكشن، يعني هو بيكح وسخن، وهو ده فطره عدوى عاليه جدا وهيعدي كل، لان هو اصلا معدي من المدرسه او من تجمع اطفال وهيروح عند تيتو مثلا، اقارب كلهم والاخوات وولاد اخواته والناس موجودين، هيعدي الناس كلها. فالافضل انه ما يروحش ونعوض يوم تاني لينا مع المكان اللي هنروح فيه. الحاجه التانيه، لو اضطرينا بقى ان احنا نروح، هنلبسه ماسك ونحاول على قد ما نقدر نقلل المده اللي متواجدين فيها وبسرعه، يعني نعمل الواجب يعني والمناسبه دي ونتحرك بسرعه. لكن الوضع مش لطيف جدا 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 الحقيقه في التجمعات اليومين دول بالنسبه للحد مصاب او عيان، لان دي مشكله هيعدي كل الاسره وكل الناس اللي موجودين في المكان ده مع تواجدهم. مش معنى كده بقول ما الناس ما تتجمعش وتفرح ودخلت رمضان وكده، بس خلي بالنا من الجزئيه دي. لو اضطرينا يبقى لازم مسؤول. الافضل ان اي حد عنده سخونيه، عنده برد، عنده كحه، الاطفال اللي عندها تشيكن بوكس، الجديري اليومين دول منتشر جدا جدا جدا، والجديري ممكن يعدي قبل ما يظهر وممكن يعدي بعد ما يظهر باسبوع، فبيبقى الموضوع صعب جدا في الفترات دي، وفتره العدوى او بتاعته بتبقى فيها مشكله. وبالتالي اول يوم رمضان لو قدرنا ان احنا نسيطر على الموقف وما نروحش من غير اي مشاكل سياسيه او عقائديه او المشاكل الكبيره اللي بتحصل، يا ريت ان احنا ما نروحش وكل واحد في بيته بقى كده. ونخلي بالنا لو مضطرين نروح عشان نأدي الواجب والحياه العائليه، اوكي، بس العيان يعني يلتزم مكان لوحده او يلبس الماسك او كده، ونخلي بالنا. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولأطفالكم بالصحه والعافيه، وكل عام وانتم بخير. سلام عليكم.